تأتي فاجعة الفيضانات التي ضربت ولاية غليزان ومناطق أخرى لتسقط آخر ورقة توت عن سوءة الطغمة العسكرية الحاكمة، وتكشف للعالم أن الجزائر ليست رهينة للكوارث الطبيعية بقدر ما هي رهينة لعصابة نافذة استنزفت مقدرات البلاد في صفقات التسلح المشبوهة وتضخيم أرصدة الجنرالات في الخارج، بينما تركت الشعب يواجه الموت غرقا في بنية تحتية متهالكة تعود للقرون الوسطى. فما حدث ليس مجرد سيول جارفة، بل هو جريمة مكتملة الأركان تثبت أن العقيدة العسكرية التي تحكم البلاد لا تضع الأمن القومي في حماية المواطن من الغرق، بل تحصره في حماية الكراسي من الاهتزاز، حيث ظهر جلياً أن المليارات التي صرفت شعارات الجزائر الجديدة لم تكن سوى أوهام ابتلعتها بلوعات الفساد التي انفجرت في وجوه الفقراء لتغرق بيوتهم وأحلامهم في مياه الصرف الصحي. وبدلاً من أن تتحرك الدولة بواجب إنساني لنجدة الضحايا، تحركت الغريزة القمعية للطغمة العسكرية بأبشع صورها، حيث استقبلت أجهزة الأمن المواطنين المنكوبين الذين خرجوا يستغيثون من هول الكارثة بترسانة القمع والترهيب، في مشهد يندى له جبين الإنسانية. إذ كيف لنظام يدعي السيادة أن يواجه شعباً يغرق بالهروات والاعتقالات التعسفية بدلاً من زوارق الإنقاذ والمساعدات الغذائية؟ لقد أثبتت أحداث غليزان أن البطش هو اللغة الوحيدة التي يتقنها هذا النظام المفلس، الذي لم يتردد في سجن الشباب الغاضب واقتيادهم إلى المعتقلات وهم مبللون بماء الكارثة، مجرما حقهم في الصراخ من الألم ومعلنا حربا شعواء على الضحايا لطمس معالم الجريمة. لتتأكد القناعة بأن الخطر الحقيقي الذي يتهدد الجزائريين ليس هيجان الطبيعة، بل هو استمرار هذه الطغمة العسكرية التي تتعامل مع الشعب كعدو يجب إخضاعه وكسر شوكته، حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت الأنقاض والأوحال. لا ضحية يجب إنقاذها، حيث شنت القوات الأمنية حملات اعتقال طالت شباباً ورجالاً كان ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا للمطالبة بإنقاذهم، ليتم اقتيادهم إلى الزنازين بدلاً من مراكز الإيواء. وفي المقابل، وبالنظر إلى الجار المغربي، تتجلى المفارقة الصادمة بين دولة المؤسسات التي تقدس الإنسان وبين نظام الثكنات الذي يستهين بالأرواح. فبينما كانت الطغمة العسكرية في الجزائر تنشر الرعب في أزقة غليزان وتواجه الاستغاثة بالهروات، استنفرت المملكة المغربية كافة قواها الحية في نموذج يحتذى به للإدارة الاستباقية والملتزمة، حيث سخرت القوات المسلحة الملكية والدرك وكافة السلطات أحدث الإمكانيات من مروحيات الإنقاذ والزوارق السريعة والحافلات المجهزة في عمليات إجلاء الاحترافية لم تترك مغربيا واحدا خلفها، بل امتدت روح المسؤولية والرحمة لتشمل حتى الثروة الحيوانية التي حظيت بنصيبها من الإنقاذ، في مشهد يعكس تلاحما وطنيا حقيقيا تسخر فيه كل إمكانيات الدولة اللوجستية والمالية لخدمة الفرد، حيث تتدفق قوافل المساعدات كفعل مؤسساتي طبيعي، مما يضع النظام الجزائري في موقف المخزي والمفلس الذي يفشل في توفير شاحنة شفط بينما ينجح جاره في تحريك الأساطيل الجوية والبرية لحماية كرامة مواطنيه. إن هذه المقارنة الصارخة تفضح زيف الشعارات التي تقتات عليها الطغمة العسكرية في المرادية، وتؤكد أن القوة الضاربة الحقيقية هي التي تحمي شعبها من الأزمات وتصون كرامته في الشدائد، كما يفعل المغرب بفعالية وهدوء، وليست تلك التي تستعرض عضلاتها على المنكوبين. فبينما يرى المواطن المغربي في دولته وأجهزته الأمنية طوق نجاة ومصدر أمان، يرى المواطن في غليزان وفي ربوع الجزائر في دولته أداة قمع تجلد ظهره فوق وجع الغرق، وهو ما يكرس الحقيقة المرة بأن الجزائر تحت حكم العسكر باتت سجناً كبيراً تفتقر لأدنى معايير الإنسانية.